مشاهدينا سعداء بلقائكم من جديد من خلال حلقة خاصة من لقاء خاص وضيف استثنائي، واحد من صناع الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي، ربان الأسود أو مروض أسود الأطلس، سي وليد الركراكي. سي وليد أهلا وسهلا بك. بس السلام عليكم. سي وليد، 4 ديال الشهور شديتي المنتخب الوطني المغربي وسط واحد زخم من احداث، انجاز تاريخي، المركز الرابع، مجموعه من الاكراهات كذلك قبل انطلاق المونديال، توشيح ديالك من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله بدرجه قائد وسام ملكي، استقبال جماهيري اسطوري، مجموعه من الاحداث، مجموعه من الصور عشتيهم في ظرف وجيز 4 ديال الشهور. كيف عشتي هذه المرحله هذه؟ اول حاجه واحد فرحه اللي ماشي غير كبيره، ملي سيدنا الله ينصرو يقبلك في القصار مع الفرقه وكتشوف هذا الشعب اللي يفرح معنا. ما كناش كنحلموا به في الاول الصراحه، ما نكذبوش. دونك فوالا، بغيت نشكر سيدنا على اللي دار على الكره المغربيه، اللي كيدير على البلاد. حتى انا واحد المورال اللي كبير في هاد كوب دي موند، مع ملي خرج الشارع مع الشعب يفرح في هاد الماتشات، ملي كان كيعيطنا يموتيفينا، حاجه اللي ما كناش كنحلموا بها. والحمد لله فحال اللي تجمعنا الشعب كامل باش نديروا هذه الاضافه، وهذه فرحه كبيره، سورتو اللاعبه اللي حطاو كلشي في التيران. كلنا شاهدنا الاستقبال التاريخي الاسطوري امس ديال المنتخب الوطني المغربي اللي ثار غيرة حامل اللقب الارجنتين وحتى الوصيف منتخب فرنسا. كيف عشتي هذوك الاجواء وانت كتشوف الجمهور المغربي؟ يعني كنتظر الساعات استقبال اللي هو اسطوري، اقل ما يمكن القول عليه وهو استقبال اسطوري اللي غتبقى خالد في الاذهان ديال المغاربه وديال العالم ككل. وهنا كيبان لك الشعب كيبغي المنتخب ديالو، كيبغي بلادو، كيفرح ملي كيشوف بلادو الرايات طالعه. وهذه اللي وصلنا لهم الدراري ملي كانوا كيلعبوا، ديما يفكروا في الشعب، يفكروا في الناس اللي كيتبعونا، باش يحطوا لو ماكسيموم، باش ما تكونش عندنا شي ريغري في الاخر نقولوا ما درناش ولا كنا نقدروا نديروا. وهادشي اللي كان كيامنا ليه، والدراري صراحه تقاتلوا، حطوا لو ماكسيموم باش يفرحوا هذا الشعب. والشعب رد لنا هادو اللي سافروا في قطر باش يعاونونا. الستاد كانوا كاملين معمرين بمغاربه، ولا كنتي حليتي 2 ستاد في قطر كانوا يعمروهم. الجامعه الخدمه اللي دارت باش الشعب يجي يسنى الجمهور. دونك فوالا سيتي مانيفيك، وعشنا واحد الشهر اللي عمرنا ما غاديش ننسى، اما اللاعبه اما الجمهور. دابا وليد، الامور تهدنات شي شويه، الاحداث اللي عشتي، الانجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي، احتلال المركز الرابع ماشي سهله. الان افيك ان بو دو ريكول كيف كنقولوا، تقييمك لمسار المنتخب الوطني المغربي ملي بديتو في قطر حتى للمركز الرابع؟ وحنا مشينا ملي جلست مع الرئيس ديال الجامعه، مع فوزي القجاع، الصراحه كنا عارفين لو كونتكست ماشي سهل، كان ان باري، وبرافو عليه. ملي هز لا ديسيزيون مشينا، عاوني حتى لي مويان باش ندير لو ماكسيموم باش نشعوا في هاد كاس العالم. واخا ما كناش كنقولوها، كنا كنامنوا ملي نقدروا ندوزو لي ويتيام دو فينال. والخدمه ديالي وديال الستاف في هذا الوقت كان خصنا نديروا لو ماكسيموم باش نربحوا الوقت. سافرنا بزاف، درنا بزاف ديال لي ميتينغ مع لي ريزو، مع دابا لي نوفيل تكنولوجي، درنا بزاف ميتينغ زوم. لا سيلول فيديو خدمت بزاف باش تحطينا لو ماكسيموم دانفورماسيون باش نقدروا نزيدوا لقدام، باش نكونوا موجودين في هاد لا كومبيتيسيون، نطلعوا الرايه ديال المغرب. والحمد لله الله ما حيبناش، ديرنا شي حاجه اللي عمرها ما دارت، اما في لي بول بروميير ايكيب افريكان اللي عندها 7 بوان، سالنا الاولين في الجروب ديال لامور بحال اللي كنقول. كان عندنا بلجيكا وكرواسيا وكندا، شرفنا المغرب، شرفنا لافريك، شرفنا البلاد العربي ومسلمين. دونك فوالا سان ترافاي اللي ماشي غير ديال 4 شهور 5 شهور. الجامعه خدمت دوبي لونطون، سيدنا حتى بزاف لي مويان. سي اوسي لا ريوسيت ديال لا بوليتيك ديالو في السبور وفي الكره.
مع الاكاديمي مع لي انستالاسيون مع لي ستاد مع هذا لو سونتر هذا اللي يمكن احسن في العالم. والحمد لله كتبان ملي كان الخدمه ملي كان الصبر ملي كاملين كنتجمعوا كاين الاضافه والحمد لله. الحمد لله على كل حال. رجعنا بوالد للوراء قبل الاعلان على لائحه الاسماء المشاركه في كاس العالم، شنو اللي يقدر ماشي ندم عليه وليد، ولكن شنو اللي يقدر كون رجعنا للوراء الاضافات اللي يقدر يزيد، اللاعبين اللي يقدروا يضيفوهم، اللاعبين اللي يقدروا ما يمشيوش لكاس العالم؟ لا ما عنديش ما كندمش على حتى شي حاجه. انت كنتي كتحلم تشوف المغرب مع فرنسا دومي فينال كاس العالم؟ كنت كنتوقع. لا واش كنتي كتحلم بها في الاول؟ لا هو انجاز بكل صراحه، ما كناش كنتظروا كمغاربه بكل صراحه. دوك ملي وصلنا مع هاد الجروب انا ساهل السؤال اللي قلت للستاف تا ديالي، واش درنا شي غلط؟ واش كان شي لاعب اللي خلينا برا هاد الجروب اللي كنا كنقولوا لا كان هذا غنديو الكوب دي موند؟ باني ما كانش شي لاعب اللي كان غيربحك الماتش بوحدو. اللي جابنا هاد الدومي فينال هو الجروب اللي اخترت انا مع الستاف. هاد الجروب هو اللي تجمع، هو اللي تقاتل، هو اللي كاينين ما كانوش لاعبين وحتى الاضافه في الفيستير وحتى الاضافه في لونترينمون، وملي كانوا كيدخلوا 5 دقائق كانوا كيتقاتلوا. دونك هو هاد الجروب اللي وصلنا للدومي فينال. مانون لي روغري ماشي دي روغري، بحال اللي كنقول اللي كنشوف هي خصنا نديروا لو بيلون ديال هاد ليكسبيريونس. علاش ما قدرناش نمشيو لا فينال؟ شنو لي بتي ديتاي اللي خلينا في الطريق باش ان شاء الله لا بروشين كومبيتيسيون اما الكوب دافريك اما الكاس العالم ان شاء الله في لو فيتور ولا تاهلنا ما نخليوش هاد لي ديتاي يخسرونا. بالحق هادي خصنا دابا نرتاحوا، خصنا نجلسوا اي واحد في الستاف ديالي ولا حتى في الجامعه ولا حتى انا غنديروا البيلون، ومن بعد ملي غنديروا الاجتماع ديالنا ان شاء الله دون 3 4 سيمين نشوفوا اللي نقدروا نزيدوا في هذا المنتخب وفي الجامعه باش نزيدوا القدام باش ان شاء الله دون لو فيتور نقدروا نديروا دي تيتر. نعم. وليد نقدروا نقولوا ان نفس التركيبه اللي كانت عند المدرب السابق خديتيها مع بعض التغييرات، العائدين كذلك المجموعه من التلقيحات اللي قمتي بها، ولكن عموما واحد نسبه كبيره ديال نفس التركيبه اللي كانت. شنو هي التركيبه اللي عند وليد اللي خلات انه بحال شدينا منتخب وحطينا منتخب اخر بوجه مختلف في المونديال؟ لا ماشي ما بغيتش نفرق من علي لوتزيك ولا بحال اللي كنقول برافو عليه وشكرا عليه. تأهلنا في الكاس العالم مع الفرقه ديالو مع الجروب ديالو مع لا مونتاليتي ديالو، دار الخدمه اللي كان خصو يدار. كان خلص على هادشي جبنا واحد ماشي على شي حاجه اخرى، ماشي بحال اللي درنا شي كادو. بحال اللي قلت دابا المغرب فرقه كبيره اللي كيجي خصو يعطي اضافه ودوز الكوب دي موند مع المغرب. كتباني نورمال في لي زوبجيكتيف بحال انا لا بروشين كوب دافريك خصني نمشي للدومي فينال وكتباني نورمال، ولا ما درتهاش خصني نمشي في حالي. دونك فوالا شكرا للفاحد. انا كنجي مع لا مونتاليتي ديالي مع لو ستيل ديالي. الفرقه اللي كانت مع واحد يمكن كان 50% اللي جاو هاد لا كوب دي موند ما كانوش، اما حكيم زياش اما مزراوي اما صابيري اما زاروري اما اقنوس اما شديره اما حمد الله. نقدر نزيد دوك ماشي نفس فرقه مي لو ساتور كان خصني نخليها بحال السايس بحال اكيرد بحال اشراف. فوالا اون ايسي دو فيغ ان ميكس. اللي مهم ماشي اللي حطيت انا اللي جيت مع لونفي ديالي مع لا مونتاليتي ديالي والدراري تبعوني. وبحال اللي كنقول اللي مهم هما اللاعبه ماشي المدرب. اللاعبه اللي حطاو الاضافه هما اللي كانوا باغيين هما اللي تقاتلوا. انا فرحان بزاف ملي كنشوف زياج بوفال حكيمي لعب يمكن بليسي لا كومبيتيسيون كامله، مزراوي سايس كيتقاتلوا على التونيو هادي. ويمكن هادي اللي كون باغي نحطي لهم هاد الروح ديال الرايه. كان خصو يمكن غير مغربي يحطيها لهم باش يفهموا ملي كيلعبوا مع المغرب خصهم يحطيو اضافه ويموتوا على التونيو، وفهموها وحطوا الاضافه اللي كانوا خصهم يحطيو. وهذه الفرحه الكبيره اللي عندي معاهم. حتى التجربه ديالك مع المنتخب الوطني المغربي، وصولك للنهائي مع في حقبه ديال المدرب بدو الزاكي 2004 تونس كذلك كان انجاز تاريخي بالنسبه لك، حتى هي عاونتك بشكل كبير. هذيك التجربه ديالك مع المنتخب الوطني عطاتك اليات باش تشتغل مع هاد اللاعبين. هو كنعرف الدار بحال اللي كنقول هذه داري. لعبت فيها يمكن 7 سنين في هذا المنتخب، عندي بوتيت 50 سيليكسيون. كان عندي مدربين كبارين، دوزت مع كويلو مع الزكي مع فخير
مع تروسي، رجعت مع لو مير، دوز بزاف ديال لي جينيراسيون، جينيراسيون ديال 98 ديال 2004 موراها ديال بوسوفه ديال الحمداوي والحمادي ملي ساليت. دونك كنعرف لا مونتاليتي ديالهم، كنعرف دوزت ادجوان مع رشيد توسي اللي حتى لي واحد اضافه حتى هو حتى لي القيمه، هو اللي حتى لي لا شونس ندخل في التدريب. وبحال اللي قلت دربت حتى في المغرب في البطوله، دونك حطيت لي واحد اوسي ليكسبيريونس على لا مونتاليتي ديال لاعب محلي ولاعب ديال برا. دونك يمكن هادشي كلشي، هاد الميلشيك بحال اللي كنقول عاونتني في هاد 3 شهور ولا 4 شهور باش نعرف نربح الوقت على لا مونتاليتي ديال اللاعب ديال المنتخب. نعم، نمشي معك لكأس العالم. مباراة ديال كرواتيا اللي هي كانت مباراة مهمة للوليد والمجموعة ديال الوليد، تعادل سلبي 0-0 امام واحد من ابرز المرشحين اللي وصل لابعد نقطة على مستوى المونديال. كيفاش بدا وليد المونديال وشنو هما الرسائل اللي وصلتي للاعبين على انهم يتحفزوا ويعطيو اكثر ما عندهم باش يمشيو لابعد نقطة في المونديال؟ لا، لوبجيكتيف هي ندوزو، كان خصنا نخرجوا من لي جروب، كان لوبجيكتيف ديالي وديال جروب. وبحال اللي قلت لهم ملي كنت كنسافر، اللي غيجي باش يلعب غير 3 ماتش ويكون فرحان يلعب كوب دي موند، هذه السالات مع المنتخب. خصنا نكونوا امبيسيو. اللي غيجي يشوف غير واش غيلعب ويقول الماناجر ولا السمسار ديالو شفتي لعبت كوب دي موند ويكون فرحان. خصنا نقديو بهذا الشيء وفهموها حتى هما جاوب بديك لونفي وبديك لوبجيكتيف ملي غنخرجوا بالجروب. بالحق ليكسبيريونس ديال 2018 وديال لي كومبيتيسيون بحال 98 كنت باغي نحيدوها. هذه كتخرج من الجروب وكتقول راني مظلوم وحنا فرحانين وشفتي واللي داروا لنا كنا نقدروا ندوزو لعبنا مزيان. هذه كان خصنا نبدلوها في لو مايند سيت ديال اللاعب مغربي وحتى ديال الصحفي مغربي وحتى ديال الجمهور المغربي. حنا ملي دخلنا مع كرواتيا اول حاجه اللي فكرنا هي ما نخسروش، باسكو خصنا نكونوا بالروح الماتش الثاني والماتش الثالث. قبل كنا كندخلوا في لي كومبيتيسيون في 94 ولا 98 واخا داروا التعادل. الحق ما خصناش نخسروا في لي بول ونقدروا بحال الفرق اوروبيان نعرفوا كيفاش نقضيو الغرض باش ندوزوا لي بول. وملي كتاح مع لو فيس شامبيون دو موند وما خسرتيش، انا كان كيبان لي ملي خرجنا من هذا الماتش في المغرب غيفرحوا الجمهور فرح. حق شي صحفيين واللي كيسحب لهم كيفهموا في الكره خرجوا قالوا علاش ما زعامش علاش ما لعبش كره. دونك مزيان حتى هادي غيتعلموا بحال انا كنتعلم كمدرب، غيتعلموا مره اخرى في لي بروشين كومبيتيسيون. باش دوز خصك تدخل بحال اللي كنقولوا تو مونت ان بويسونس. وحنا هادشي اللي درنا، اوني مونت ان بويسونس. كرواتيا من بعد بلجيكا كندا اسبانيا برتغال. دونك انا كنتعلم بحال حتى بزاف الصحفيين غيتعلموا مع هاد ليكسبيريونس باش مره اخرى حتى هما يستناو حتى تسالي لا كومبيتيسيون قبل ما يهضروا ويحترموا اللعابه بعدا، باسكو هما اللي خصهم يحترموا باسكو داروا ان غران ماتش مع كرواتيا. نقدروا نقولوا ان مباراه ديال كرواتيا كانت هي لو ديكليك او هذيك النقطه اللي خلات ان العناصر الوطنيه خدات الثقه، ثقت في نفسها، مشات مزيان في المونديال. بغيت نمشي معاك للكواليس المنتخب وندخلوا لغرفه الملابس، لان الشوط الاول كنا كنشوفوا وجه المنتخب، الشوط الثاني وجه اخر، خاصه في مباراه ديال البرتغال، مباراه كذلك ديال كندا، مباراه مجموعه مباريات اللي كنا كنشاهدوا الوجه ديال المنتخب الوطني كيتبدل. شنو هما الرسائل اللي كنتي كتعطي للاعبين وشنو الميساج اللي كنتي كدوز لهم؟ لا، الميساج سهل. اي ماتش عنده ليستوار ديالو في الحياه وهي هذه. حنا الماتش ديال كرواتيا ماشي ديال بلجيكا، ديال كندا ماشي ديال بلجيكا. ماتش كرواتيا كان خصنا نبقاو بالروح، ماتش بلجيكا كان خصنا نربحوا، ماتش كندا كان خصنا نربحوا باش نكونوا الاولين ولا التعادل. ومن بعد وصلنا لاسبانيا، الماتش خصك اما غتربح وغدوز اما غتخسر وغتدخل الدار. دونك اي ماتش عنده لو بروفيل ديالو. واي ميطون حتى هي شفتي مع فرنسا كيفاش بدينا الماتش، كيفاش دينا الدوزيام ميطون. اللي مهم هي لا استراتيجي ديالنا تكون ديما لا ميم، الفكره ديالنا هي لا ميم، لادابتاسيون ديالنا في وسط الماتش تكون عندنا لو بلان ديالنا. الدراري صراحه كانوا اكستراوردينير في هذا لو بلان، فهموا كلشي اللي كنت باغي، تبعوني حتى الاخر حتى الدومي فينال. لي شوا ديالي كانوا معايا وتقاتلوا، وهذه اللي كيامني هو لو بلان il était respecté à la lettre والحمد لله. مجموعه من المتبعين قالوا ان وليد درب الجمهور قبل ما يدرب اللاعبين، لان كاين واحد اللوح ما بينك وبين الجمهور اللي تكونات في البطولات، مجموعه من التجارب ديالك لا مع الفتح لا مع الوداد الرياضي وغير دليل يسير
سير مجموعه من الامور الاخرى. واش متفق على الطرح هذا ان كانوا ذاك الرسائل اللي كتوجهها من خلال لقاءات صحفيه، من خلال كذلك هذاك الانسجام مع الجمهور، خلق كذلك اعطى واحد دفعه معنويه قويه للاعبين والمجموعه ككل؟ والجمهور حتى انا واحد اضافه كبيره بعدا في قطر، بحال اللي كنلعبوا في الدار، بحال اللي كنلعبوا في دونور. الناس جاو سندونا، فهموا، بحال هما حسوا ملي الدراري باغيين يتقاتلوا، باغيين يحطوا شي حاجه. دونك ديك لينيرجي بحال حنا حسنا بلي الجمهور معنا، والجمهور حس ملي هاد الدراري باغيين يتقاتلوا. دونك بحال اللي تجمعنا في التوقيت، سورتو يمكن مور ماتش ديال بلجيكا، حتى عندنا واحد الثقه اللي كبيره. هنا شميت ملي الجروب تبدل المايند سيت ديالو، بحال اللي تاقوا قالوا صافي نقدروا نديروا شي حاجه. بالحق انا ماشي انا عمري مع الجمهور ديما كان عندي واحد ديك العلاقه اللي كيتيقوا ملي كنهضر بنيتي، وبحال اللي كنقول ملي ما كتكذبش، ملي كتقول لي عندك في القلب ديالك، الناس كيحسوا بها، وحسوا ملي انا باغي نموت معاهم وتا اللعابه. دونك ملي حسوا بها لينيرجي كانت بوزيتيف، بحال اللي كنقول منين لينيرجي كتكون بوزيتيف الكره كتضرب بوطو كتخرج. وهذه اللي طرات في هاد لا كومبيتيسيون، كانت ديك الروح اللي يمكن حتى لادفيرسير حس بها. حتى اسبانيوليين ملي كنا واخا عيينا في لي برولونغاسيون وهما كيدفعوا باش يربحونا، بحال اللي تجمعنا كاملين. وبحال اللي كنقول ماشي غير لا فيكتوار ديال اللعابه، لا فيكتوار ديال الشعب وديال اللعابه وديال المغرب كامل. نعم، ما بين الرسائل اللي كذلك اللي شهد على العالم وهي ذاك اللقطات مع الام ديالك، اللاعبين كذلك مع الوالدات ديالهم، وانت كنتي ديما كتركز على هذه النقطه هذه، رضا الوالدين، النيه، مجموعه من الامور اللي خلقات واحد الجو ايجابي داخل المنتخب الوطني المغربي، وعطات كذلك ذاك الاتصال مع الجمهور. واش اصطحب اللاعبين الامهات ديالهم وهذه الرسائل، هذه الامور كان مخطط لها منذ البدايه باش نشوفوا المنتخب الوطني المغربي كيبعث رسائل للعالم ككل؟ لا، شي حاجه اللي الصراحه تا الجامعه والرئيس فوزي القجع عاوننا بزاف. هادشي في الاول ما كناش عارفين واش غنجيبوا لي فامي ولا لا، وديرنا بزاف اجتماع باش نديروا لو بون شوا. وفي الاخر اكدنا ملي حنا سورتو في لا مونتاليتي ديالنا حنا المغاربه خصنا نحسوا ملي العائله ديالنا قريبه، اون بوزوان لا فامي، اما الوالده اما المراه اما الاولاد. باسكو يمكن الغلط اللي درت هضرنا بزاف على الوالده، بالحق ما خصناش نساو ملي كاين حتى المراه اللي حتى هي مره كنساو ملي الراجل عنده المراه حتى هي كتعاون الاولاد. وحنا جمعنا كل شيء، كان الاولاد، كانوا المراه، كانوا الوالدين ديالنا. ومور ماتش جات هاد الروح، جات بوحدها سبحان الله. كنا كنساليو كنمشيو نشوفوا الوالدين ديالنا باغيين يدخلوا معنا للتيران، حتى المراه الجواجه ديالنا حتى هما كيدخلوا، الاولاد شفتوا الولد بونو. وهاد الجو حتى هو عاون بزاف. وهو المغرب ديالنا، المغرب هو عائله بحال اللي كنقول، كنبغيو نتجمعوا، كنبغيو نشوفوا الوالدين، كنبغيو نجلسوا مع لي زونفون. دونك فوالا مزيان. انا بانت لي ورينا واحد ليماج اللي بوزيتيف ديال المغرب. ورينا ملي المغرب بيان سور كاين لي زوم، الحق كاين اوسي لي مير، كاين لي فام وكاين لي زونفون. و جو بونس اوسي avec tout le respect que j'ai, je pense que l'avenir du Maroc inchallah غيتبني حتى بلي فام. شفنا حتى لو فوتبول فيمينا داروا لا فينال لا كوب d'Afrique. Je pense qu'on est avant-gardiste في l'Afrique et c'est extraordinaire اللي كيطرا في المغرب ديك l'énergie. et inchallah que justement les femmes حتى هما يحطونا une énergie، اما في الخدمه اما في لي زون بوزيتيف، والوالدين والاولاد والشاب المغربي يزيد القدام مع كاملين. on n'est pas que les hommes, il y a les femmes, il y a les mères, il y a les pères et il y a les enfants. نعم. وفكره العائله اللي انتقلت من الوداد، انتقلت للمنتخب الوطني المغربي، يعني كيفاش بلورتي هذه الفكره هذه، كيفاش كذلك دخلتيها للذهن اللاعبين ولا جمهور اللاعبين، العائله ولات عائله ككل داخل المونديال؟ هو ديما كنقولها on est plus fort ensemble que quand on est divisé. هادشي اللي قلت للدراري حتى اللي ما كيلعبوش ولا ربحنا غنربحوا كاملين. وملي كتشوف كيفاش دخلنا الرباط، وملي كنا في البوس الشعب كان فرحان الكاملين، واخا هذا اللي ما لعبش ولا لعب 5 دقائق، دونك كاملين كنا رابحين. وسبحان الله quand Sa Majesté nous a reçus, que Dieu l'assiste, كاملين دخلنا ومع الوالدين ديالنا. دونك ça veut dire qu'on était tous gagnants. ملي كنتجمعوا كعائله
on est tous gagnants. Et une famille, elle est toujours plus forte ensemble que divisée. Et je pense que c'est un beau message. نعم. وليد، من بعد في المرحله ديال المجموعات المنتخب عانى بزاف من الجهد البدني، عانى كذلك من الاصابات، عانى من مجموعه من الامور اللي خلات حتى الجمهور ولا كيتسائل كيفاش غادي نكملوا البطوله في هذه الظروف اللي كنعيشوها. كيفاش سيرتي هذيك المرحله اللي كانت مرحله ناجحه كذلك، رغم العياء رغم الاصابات تمكنتي انك تمشي لابعد نقطه، لكن هنا غادي نرجع معاك ما بين مرحله المجموعات والمرحله ديال الثمن النهائي. لا شوف، دينا كومبيتيسيون ب 7 ماتش بحال اللي كنقول، كان 4 ايكيب اللي كيلعبوا 7 ماتش في المونديال، وغنعاودها اللي دوزنا ربحنا الوقت وربحنا بزاف د ليكسبيريونس، باسكو نورمالمون بحال اللي قلت في هاد لا كومبيتيسيون بحال اللي درنا 2 كوب دو موند ولا 3 لعبنا ماتش، باسكو ولا مشيتي بعيد في 2018 لعبنا 3 ماتش، في 98 لعبنا 3 ماتش، هي 6 ماتش، ولا مشيتي حتى ل 94 سا فيدير من 94 ماتش الاخر كي كنا لعبنا مع بلجيكا ولا مع هولندا باش تلعب 7 ماتش، ما عندناش هاد ليكسبيريونس ندوزو 7 ماتش. دونك سي نورمال كانوا لي بليسيور، كانوا لا فاتيغ مونتال باسكو حطينا الماكسيموم، وتا لو باركور ديالنا ما سهلناش، لعبنا كو دي غران ماتش، ما اون با يو دو باركور فاسيل. مي كتشوف الغانا في 2010 لعبوا الامريكان، في لي بول كانوا لعبوا دي زيكيب لي الور بورتي، حنا لعبنا كرواتيا بلجيكا مع كندا احسن فرقه في لافريك دو نور، من بعد لعبنا لاسبان البرتغال وسالينا بفرنسا وسالينا بكرواتيا. à un moment donné, le rythme ou l'intensité كانت يمكن بزاف لينا et c'est normal. حنا كنتعلموا, mais je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir sur le plan athlétique, sur les choix. درنا اللي علينا, غنتعلموا من هذا الشيء. اللي مهم هي عشنا واحد ليكسبيريونس اللي غتعاوننا, اللي غتكون كبيره. وفحال اللي قلت قبل كنا في المغرب كنقولوا خلي تسخن الطياره, حنا اللي خلينا تسخن حتى الاخر, حنا اللي سدينا القطار ودخلنا المغرب وفرحوا بنا. ارجع معك واحد جوج لقطات تثار الانتباه ديال المشاهد كذلك خلال المونديال, تكون اكيد رجعتي لهم. لقطه اللي المرابط باقي في مستودع الملابس, كدور كتشوف اللاعب باقي ناقص, دار واحد الحوار بينكم بين رشيد بن محمود. واللقطه الاخرى هي البطاقه الحمراء ديال شديره ضد المنتخب البرتغالي في اخر انفاس المباراه. المنتخب البرتغالي ضاغط بقوه, بطاقه حمراء, بنتي انك تقلقتي بواحد الشكل كبير. هي بالحق ماشي على وليد, ماشي على وليد, غير الخوف باسكو كتحس ملي وصلتي علين دوز وكتخاف بديك لي بتي ديتاي جوستومون واحد حمراء. وحنا ديما حنا ليكيب ناسيونال كترى شي ديتاي اللي ديما كتكون ماشي لينا, كتجي بحال الريح قدامنا. وفي ديك الحمراء قلنا يمكن دابا غيدور الماتش وغندموا وغنقولوا ديك الحمراء بالحق الله ما حيبناش. وهذه ديال سفيان, ايوا اش غنقول لك, كنبقى في فيسير وانا خايف غير من لاربيت يبدا الماتش ونبداو ب10 ويماركيو علينا. وسبحان الله رشيد صراحه بحال خويا, يمكن في هذا التوقيت ما درتش اللي كان خصني ندير في هذا لو مومون بحال باش تشوف رشيد واحد الولد اللي لو كور ديالو كبير, دار الخدمه ديالو قبله وفي الاخر كيبقى خويا. ومن بعد هضرنا وضحكنا عليها. علاش حنا ما باناش هاد لي زيماج, حنا كنا غير خايفين يبداو الماتش بلا بينا. وبغيت نقول شكرا لرشيد اللي ما قبلاش خايبه مني. نعم, وشنو اللي وقع بالضبط في هذيك اللقطه؟ عاود لينا شنو الحديث اللي دار والكواليس كذلك في داخل هذيك. لا سفيان مشى يمكن كان في الفيستير, يمكن مشى يدير شي حاجه يمكن في لادوش ولا ما نعرف. وحنا دخلنا والاربيت كان غيصفر, وتدخلنا حنا جبرنا 10 وكان غيصفر الاربيت ونبداو ب10. وملي درت ما قالوا لي حسبتيهم ديك الساعه, حسبناها وقلنا شكون مازال, قالوا لي سفيان. وهنا كنفتش كنغوت وقلت رشيد فين هو؟ قال لي يمكن بيسير. وانا كنقول زرب تجيبو قبل ما يصفر غادي نبداو. علاش كنت خايف نبداو ب10 ويماركيو علينا ب10 وترى شي حاجه وانتم من بعد غتذبحوني, غتقول هذه ماشي بروفيسيونيل. كيفاش ركراكي خلى الفرقه تبدا ب10 خايف. قلت ما غاديش ندخل المغرب مور هذا الشيء. الحمد لله الحمد لله. على كل حال نبقاو مع اللاعبين. واحد من اللاعبين اللي عرف الاشاده ديال الجمهور المغربي, واخا انه كانت بعد الانتقادات ديالو قبل المونديال ودافعتي عليه بقوه في لقاءات الصحفيه, يوسف نصيري. يوسف نصيري اللي وصل للمشاهد المغربي لان كاين عين تقنيه وكاين عين ديال المتابع العادي. يوسف نصيري ثقتي فيه, عطيتيه الثقه ديالو ورجع لك كذلك هذيك الثقه باهداف, والهدف ديال البرتغال اللي كسر الحاجز ديال رونالدو, كذلك القفزه اللي قفز, مجموعه من الامور اللي رجعات حتى الجمهور
عرف بان وليد الركراكي ما كانش كيتكلم عن فراغ. انا باني الجمهور كان ديما معايا وديما مع يوسف، ماشي الجمهور اللي دار غلط في لو كاد يوسف. انا باني سورتو الصحفيين، راه ماشي باش نضرب فيكم انتوما ماشي كلهم، لا ماشي كلهم على هادشي، كاينين شي وحدين غيتعلموا. كنعقل انا في السي في ملي درت واحد التصريح على واحد صحفي اسبانيولي اللي هضر لي على يوسف، وقلت حنا المغاربه اللي غنعاونوا يوسف وانا غندي الكوب دي موند، وشي صحفيين خرجوا قالوا كيفاش هو غيقول هذا خصو يجي. الحمد لله نتوما كديروا الخدمه ديالي، انا كندير الخدمه ديالي الحمد لله، ما كنسمعش كلشي، كنمشي في لا كونسونطراسيون. انا كنت كنامن بيوسف من الاول باسكو غنعاودها واحد الولد اللي كيلعب في سي في، كنعاودها كيلعب في اف سي سي في ودوز مدربين كبارين، سي با دو هازار، سا فدي عنده دي كاليتي. الوغ بيان سور في المغرب ما عندوش ديك البروفيل ديال لاتاكون اللي كيحلموا المغاربه، كيبغيو هذا اللي تكنيك اللي كيبيض واحد اللي كيدير اللي كيطلع 3 مرات في السماء على والو. يوسف سان بروفيل اوروبيان كيخدم على الفرقه، كيتقاتل، عنده دي كاليتي اتليتيك اكسترا اوردينير. وملي عندك واحد بروفيل بحال يوسف ما تقدرش ما ديش كوب دي موند بحال اللي قلت بعدا في 26 من بعد واش غيبدا الماتش ولا ما غاديش يبدا الماتش. هذه الخدمه ديالي والحمد لله ما خايبنيش. هو ردالي في التيران وبحال اللي قلت له خصك ترجع التيران وتبين في التيران، وخاص الصحفيين ولا الجمهور ما يقبلوكش انت غترد لهم في التيران، وخصك تفرح ملي كيديروا لك ديك بريسيون باش ترد لهم. وفي الاخر هو يمكن لو ميور بوتور ديال ليستوار في كوب دي موند، ماركا في اي كومبيتيسيون، كوب دافريك كوب دي موند. دونك كيبان لي ملي بين في التيران ملي عنده بلاصه في المنتخب. الحق اللي ما بغيتش نهزها بحال اللي واش شفتو كان عندي الصح ولا يوسف، لا بالعكس كاملين كنديروا غلط، انا الاول يمكن كنت كندير غلط. اللي مهم هو يوسف فرح الشعب المغربي وحتى الاضافه للمغرب. نعم، بقى معك مع اللاعبين والعطاء ديالهم على مستوى رقعة الميدان. كاين مجموعة من المتتبعين والصحفيين كذلك ماشي المغاربة على المستوى العالمي قالوا كان واحد شوية الإجحاف من طرف الفيفا على مستوى اختيار أحسن لاعبين، أحسن حارس، أحسن خط وسط، وذكروا أنه كان يمكن يكون أحسن حارس هو ياسين بونو، وسط الميدان سفيان المرابط. واش كتقاسم هذا الرأي مع الناس ولا عندك شي رأي آخر؟ لا انا بالنسبه لي كاملين اي لاعب مغربي اللي كان معايا كان خصو يدي احسن لاعب، اما ياسين اما سفيان اما اي واحد. انا ديما غندافع على لاعب ديالي. من بعد لي تيتر انديفيدوال الصراحه ولا جاو مرحبا وغنفرحوا. حق اللي كيامني هو لو كوليكتيف. هي دابا المغرب في لي 4 ميور زيكيب دو موند في هاد لا كوب دو موند، في لو كلاسمون فيفا ربحنا يمكن في هاد لا كوب دو موند يمكن 11 لي بلاص. حنا دابا في لو توب 11 عندنا شي فراقي بحال الالمان مورانا. ملي كتشوف لي ليسونسي، ملي كتشوف كلشي اللي كيديروا، شرف كبير للمغرب. بحال اللي قال لي الرئيس دابا خصنا نبقاو في هذا المستوى، ماشي علاش وصلنا هنا. كنا وصلنا في 98 ماشي باش نرجعوا بحال اللي درنا مور 98. خصنا نبقاو في هذه الاضافه وبالخدمه وان شاء الله وبالصبر وان شاء الله غنبقاو في هذا المستوى، علاش لا ما نزيدوش للقدام. نعم، ذكرتي التصنيف ديال الفيفا اللي كيحط المغرب الان في المركز 11، وهو مركز مشرف جدا، انجاز اللي هو تاريخي غير مسبوق بالنسبه للمنتخب الوطني والتصنيف العالمي. ذكرتي انها فوق المانيا، فوق مجموعه من المنتخبات اللي قويه، عندها سمعه وعندها تاريخ كبير على المستوى العالمي. واش هذا المعطى المركز الرابع الان مركز 11 على مستوى تصنيف الفيفا ما كتشوفوش انه غادي يشكل ضغط كبير على المجموعه، على العناصر؟ لان كل فرقه دابا غادي تمشي تلعب مع منتخب على المستوى الافريقي غادي تسناك كانه غادي يلعب مع البرازيل ولا الارجنتين ولا، لان راك الان ما بين ال 11 الافضل على المستوى العالمي. هي بحال هادشي اللي كنا بغينا نكونوا فرقه اللي اي فرقه تبغي تربحك. قبل حنا اللي كنا في هاد لا سيتوياسيون، بغينا نربحوا بلجيكا، بغينا نربحوا البرتغال. دابا وصلنا واحد الوقت سورتو في لو كونتينون ديالنا علي اي فرقه غتبغي تربحك وغتحط الجد ديالها، وحنا خصنا نتعلموا من هادشي. حتى حنا على هادشي عندنا بزاف خدمه بور لافونير باش نكونوا في المستوى ديالنا، باش نبقاو في هذا المستوى وباش تكون هذا لو ريسبي من المغرب. فرقه كبيره وباش تربحها ماشي سهله، واخا تكون موتيفي واخا تحط لو ماكسيموم باش تجي تربح المغرب ما غاديش تكون سهله. وهذه الخدمه ديالي وديال اللاعبه باش نهودوا راسنا ما يسحبناش وصلنا، ومازال تابعنا الخدمه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله تابعنا خدمه، تابعنا كذلك مجهود كبير على مستوى مجموعه من الامور، لكن كيبقى انجاز كبير، انجاز تاريخي مشرف بالنسبه للمغاربه، بالنسبه للعرب، بالنسبه للافارقه كذلك. شنو اللي كان كينقصنا في نظرك
بعين تقنيه باش نوصلوا الحلم اللي تكلمتي عليه في الاول واللي امنتي به، اللي هو لما لا نفوزوا بكاس العالم، واللي وسائل الاعلام العالميه تحدثت عليه في الاول واحد الطريقه اللي شويه، ولكن من بعد امنوا بها وعرفوا ان المنتخب المغربي قادر انه يوصل لهذيك. لا الاكسبيريونس، شوف الاكسبيريونس ما كتشريش. الاكسبيريونس خصك تعيش باش تكون عندك الاكسبيريونس. مابقاش تكون عندك 15 سنه وتهضر على الجواج مازال ما مجوج، فهمتي؟ وحنا المره الاولى وصلنا لدومي فينال كاس العالم، ولا مشيتي بعيد فرنسا، وانا عشت فرنسا كيفاش تعلموا باش يديو الارقام. انا كنعقل على 82 خسروا السيمي فينال مع الالمان بينالتيات، كانت المره الاولى. يمكن فرنسا كانت كتوصل دومي فينال، من بعد زادوا في 86 مع لا جينيراسيون بلاتيني كاري ماجيك انكور سيمي فينال خسروا. من بعد ما مشاوش كاس العالم في 1990، ما مشاوش كاس العالم في 94، تا جابوها للدار وداوها، ومنين داوها تعلموا. ودابا انت شفتي في 2002 في 2006 مشاو الفينال، 2018 داوها، دابا رجعوا الفينال، دابا كيتعلموا عارفين كيفاش يعيشوا هذا الجو باش دوز دومي فينال كوب دو موند. حنا بعدا بحال اللي قلت لك ليكسبيريونس خصنا حنا في لو كونتينون ديالنا نكونوا ديما في لي 4 ميور 5 6 ميور زيكيب افريكان، نتاهلوا ديما الكوب دو موند. خصنا نعيشوا هذا الكوب دو موند، ما خصناش نساو ملي قبل 2018 20 سنه ما مشيناش الكوب دو موند ما كناش كنعيشوها. وشفت يمكن ليكسبيريونس ديال 2018 عاونتنا على هاد لا كوب دو موند. علاش بزاف الدراري كانوا ولا هزيتي سفيان كان باقي صغير، عندنا حكيمي، عندنا بونو، عندنا النسيري، زياش. دونك تا هما ديك ليكسبيريونس اللي عايشوا في 2018 عاوناتهم. دابا حنا 2026 خصنا نكونوا في كوب دو موند، هذه مهمه. ومع ليكسبيريونس هذه ديال دومي فينال يمكن دابا غيدخلوا لي جروب، يمكن غتبان لهم سهله يخرجوا من لي جروب، ومن بعد غيكونوا ديك ليكسبيريونس ديك لادين بحال اللي كنقول ديال لا كوب دو موند خصها تكون عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. من بين التجارب اللي عشتي في هذا الكاس العالم واللي كيف ذكرت في الاول ديال الحلقه، اللي مجموعه من الاحداث ومجموعه من المشاهد عشتيها في واحد الظرف وجيز، المباراه الثانيه ضد المنتخب البلجيكي، في ياسين بونو قبل ما يدخل تيهضر مع رومان سايس، توصلك الميساج انه غير جاهز للمباراه. كيفاش عشتي ديك اللحظه وكيفاش خديتي عطيتي الثقه كذلك المحمد ديال اللي بان على انه حارس من الطينه ديال الحراس الكبار، واستطعتي انك تكمل ديك المباراه بانتصار ماشي بتعادل؟ انا بعدا عجبني جوج حوايج. ديجا لاتيتود ديال ياسين بونو، باسكو سول دابور لاربيتر واش ولا بدلنا ياسين دابا واش غيتسمى ان شونجمون، واش غنديعو شونجمون. دونك فكر في الفرقه، ملي حاس ملي ما يقدرش يلعب دونك ما بقاش ديك غيفكر في راسو بعدا يبدا الماتش ويخرج. نبقى معك في ياسين، شنو اللي كان وقع عليه ذاك النهار بالضبط؟ لا كان جات له شي حاجه اللي ماشي صعيبه بالحق، ما امنش مني 100%. كان كيدخلوا، كان عنده شويه ديال un peu comment on peut dire des troubles un peu à la tête، كان شويه د ليكيليبر ديالو مشات له، دونك عرف ماشي 100%. وعلى غدا ولا بعد غدا مشات له، جات له في هذا النهار، جات له من عند الله، كتب له الله منير يلعب، ولا بغيتي تمشي بعيد بلا ما نشوفوا واش كان عنده، كتب له هو في اطار النيه. هي هذه. دونك اللي عجبني هو لاتيتود ديال ياسين، واللي عجبني هي لاتيتود ديال منير. الصراحه ديريكت مشيت لعنده، موجود، دار ان غران ماتش، واخا دار ان غران ماتش من بعد ياسين هز البلاصه ما قال والو في الجروب. مهم واحد الولد اللي مهم، حمقني هذا الولد باسكو عنده اون بيل مونتاليتي، وهذا الشيء اللي بغيت في الجروب ديالي. وهو ورا للدراري اخرين لي رومبلاسون، شوفوا خصنا نكونوا موجودين. علاش يقدر المدرب والفرقه تقدر تحتاجنا في اي وقت، وخصنا نكونوا موجودين. ومني خصنا ندخلوا خصنا نكونوا موجودين وحتى لو ماكسيموم. وهذا الشيء اللي طرا ورا ان بون اكزومبل للاخرين، وبرافو عليهم جوج. نعم. وهذا الشيء كذلك انتقل ذاك الاحتياط، والدليل اشرف داري اللي دخل كذلك في مباريات موندياليه. عطيه الله اللي ادى اداء جيد. وهنا الحديث كيجرنا المنتوج الوطني واللاعبين ديال الدوري الاحترافي. كنعرفوا انك جاورتي يحيى جبران، عطيه الله، كذلك اشرف داري في الوداد الرياضي. يعني هذه النقطه كيف كتشوفها وليد على مستوى المنتوج الكروي الوطني في البطوله الاحترافيه؟ لا انا ما بغيتش نفرق بلاعب ديال البطوله ولا ديال برا. انا اللي كانوا معايا كاملين المغاربه،
ما كنشوفش فين زاد فين كيلعب شمن فرقه اللي كيامني ملي كيدخل كيلبس التوني خصو يتقاتل وخصو يحتى الاضافه. اختلاف من الدوريات، كاين الدوري الفرنسي ماشي هو الدوري الاسباني، الدوري البطوله الاحترافيه ماشي هي الدوريات الاخرى. اكيد ان المدرب تيبغي هذاك اللاعب اللي كيكون واجد تكتيكيا بدنيا ذهنيا كل شيء. مغربي نعم مغربي ملي كيجي معنا وفي 26 صافي دير وجد تكتيك وجد في كل شيء ووجد والدم ديالو مغربي. من بعد ولا بديت كنشوف هذا الشيء غنبقى ندخل في شي حوايج اللي ما كيعجبونيش. انا ما كنفرق بهذا الشيء. ملي كنجيب عطيه الله ما كنجيبوش علاش كان في الوداد ولا كان معايا. كنشوف هاد لاريير غوش، كنشوف تو لي زاريير غوش مغاربه في العالم، كنقول انا يحيى عطيه الله بون كان عندي زهر باسكو كان معايا دونك كنتفرج كل نهار في لونطرينمون ولعب معايا دي ماتش دو تشامبيونز ليغ دونك يقدر يحتي لي ولا احتاجته وشفتي ما كنتش خايف ملي دخلته ولعب ضد ديمبيلي وضد ازار وضد ليبريتي ودار الخدمه ديالو واللي جاو معايا كان اكيد ملي كانوا يقدروا يكونوا معايا ما كنفرقش مع هذا الشيء. ما كتشوفش ان ياسين بونو كان يكون احسن حارس على مستوى؟ لا قلت لك انا بالنسبه لي احسن حارس في العالم هو بونو واحسن غيردو هو حكيمي واحسن ديفونسور سنترال هو اهكردو وسيس واحسن اريير غوش هو مزراوي ولا عطيه الله بالحق زعما بلا ما يكون عنده لو تيتر بالنسبه للمغاربه. وهذه اللي تا ياسين كيحاس بها. بونو هو احسن غارديان في العالم، كان اكثر من هذا الشيء الشعب ديالك كياكل من انت احسن. من بعد ملي لارجنتان ولا فرنسي كيقول دومينغيز ولا يوريس حنا ما شغلنا، حنا هو بونو. وكيف شفتي التطور كذلك؟ هضرتي على سفيان مرابط اللي ديال 2018 ماشي هو ديال المونديال قطر 2022. سفيان مرابط كذلك اللي جلب الانظار خلال هذا كاس العالم، تقييمك الاداء ديالو في هذا المونديال؟ ما كان كبير وفرحان ليلو باسكو خدم وكيسمع وسمع سورتو شنو كنت باغي انا في السيستيم ديالي ودارها 200%. ومزيان ملي دارها بان لي كاليتي ديال سفيان وكي كيستاهل ان شاء الله يمشي في افيك الاحترام اللي عندي على لا فيورنتينا يمشي في واحد كلوب ديال لو توب 10 مونديال باسكو كيستاهل بحال بزاف في هذه الفرقه. كتشوفوا ناحي ملي كتشوفها من اللاعب ملي كتشوف يوسف ملي ما كانش كيلعب في السيفي بزاف الدراري ان شاء الله بحال اللي قلت لهم هاد لا كوب دي موند خصها تبين لي كلوب ديالهم ولا لوروب ملي كيستاهلوا يلعبوا في فرقه كبيره بحال حكيم اللي ما كيلعبش في تشيلسي بين ملي عنده بلاصه في تشيلسي. دونك فوالا انا فرحان لهم سورتو باسكو اللاعبه هما اللي يحطوا لي الاضافه هما اللي كيحطوا لي لا فورس. وعز الدين أناحي كذلك يخطف الانظار ديال مجموعه من النوادي على المستوى العالمي. كنسمعوا الحديث الان على نوادي عملاقه باغا يعني توقع مع عز الدين أناحي. واش التوظيف ديالك هو اللي خلى أناحي يبان في هذه الحله هذه؟ لان شفنا أناحي في لقاءات اخرى ماشي هو أناحي المونديال. لا أناحي كيبقى أناحي. شوف اللي فرحان انا باقي صغير عنده 22 عنده اون مارج دو بروغريسيون وبين لي كاليتي ديالو بينهم في التوقيت اللي كان خصو يبينهم باسكو أناحي ولا ما كانش لا كوب دو موند غيبقى باش تبين في اونجي ماشي بحال في لا كوب دو موند. على هادشي كنقول المغرب ملي خصهم يجيو يلعبوا مع المنتخب خصهم يعرفوا ملي المنتخب كتحط لك واحد اضافه كبيره اما في لا كوب دافريك اما في لا كوب دو موند. دونك بحالي انا كمدرب اللي بين في العالم لي كاليتي ديالي أناحي بينهم. ملي كتشوف انريكي ما كانش حتى كيعرف شكون هو أناحي وكيسول فيه حتى لو تا هو واحد بوبليسيتي اللي كبيره وكيستاهل باسكو كويري عنده لي كاليتي. انا ما كنتش عندي لو دوت على أناحي ولا على اي واحد اللي يلعب معايا عنده دي كاليتي باش يلعب في لو او نيفو. دابا ان شاء الله يدير لو بون شوا ليهم باش تا هو لو شوا ديالو غيكون مهم باش تا هو يكبر مع الفرقه ديالو وملي غيكبر مع الفرقه ديالو غيكبر مع المنتخب. كتناقش مع الدراري في هذه القضيه هذه في اختيارات ديالهم؟ لا ما كندخلش في هذا الشيء باسكو ماشي الخدمه ديالي. عندهم لونطوراج ديالهم. انا الهضره اللي نقدر نقول لهم بحال اللي كنقول لك بحال اللي غنقول في التلفازه هما خصهم يديروا دي شوا انتيليجون باش لي شوا ديالهم يعاونوهم هما وملي غيعاونوهم هما غيعاونوا المنتخب. باغ كونت ولا مشاو دي كلوب اللي ما غاديش يلعبوا اللي غيضيعوا الوقت غيضيعوا المغرب الاول وغيضيعوا راسهم. دونك خصهم يديروا دي بون شوا بحال من بعد لو شوا تمشي هنا وهنا هذا ما كندخلش في هذا الشيء. نعم. مباشره بعد او اللقاء الصحفي الاخير ديالك تحدثتي على انجاز رابع بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، انجاز مزيان ولكن طويتي ديك الصحه وتحدثتي على كاس افريقيا ومررتي كذلك رسائل ديريكت بالنسبه للاعبين هو انه اللاعب الا ما خداش لاكان راه كيبقى هذا الانجاز ماشي انجاز اللي هو منتظر بالنسبه للجمهور المغربي. ماشي لو ميساج خصو يدوز ميو كو سا. كنقول دابا مزيان درنا هادشي في كاس العالم بينا وكل شيء بحال دابا الوقت ديال المغرب حتى هو يحكم في لافريك.
ما نقولوش نكونوا غير فرحانين نكونوا في كارت فينال. يمكن لا بروشين كان ما غاديش نخرجوا حتى من لي بول، يمكن ما غاديش نتاهلوا. بالحق لوبجيكتيف المايند سيت اللي بغيت نوصل دابا صافي، خصنا نكونوا امبيسيو اما الشعب وتا معايا. انا اللي خصني نعطي ليكزومبل. انا نقدر دابا مع اللي درت في كوب دي موند نقدر نتحبع، نقدر نقول يا خصني الوقت كوب دافريك ماشي هي كوب دي موند. بحال لا بحال اللي قلت الرئيس موا جو اسومي ومزيان لي ميم سي جو دو اتر انفيزيبل على لافنير. خصني نوري لونترينور اللي غيجي بحال اللي قلت لك على وحيد مزيان اهلتينا بالحق سي نورمال بلا ما دير ماشي على وحيده. الناس اللي كيقولوا اهلنا لا اهلنا سي لوجيك، اهلنا سي لوجيك. هذيك هي المكانه ديالنا، هذيك هي بلاصتنا نورمال. ونمشيو للدومي فينال، خصنا نكونوا في الدومي فينال. ملي كتشوف هاد لو سونت، ملي كتشوف هاد لي مويان اللي سيدنا حتى لنا والجامعه وسي فوزي القجاع وكل شيء، خصنا نكونوا في لي دومي فينال. ولا كومبيتونس هي تكون مهمه. اون اي فوني اون ا دي زوبجيكتيف. انا ولا ماشي في دومي فينال عندي في كونترا ديالي وغنمشي في حالي ولا ما دوز دومي فينال وجاسوم. ماشي بريسيون على راسي ولا على الفرقه، خصنا نكونوا نمشيو بالثقه ديالنا وتكون نورمال. ولا ما دوز دومي فينال ان شاء الله غيجي مدرب اخر وغيجي وان شاء الله كوب دافريك من بعد خصو يمشي للدومي فينال ولا الفينال. وهيدا غنطلعوا لو نيفو وغنكونوا امبيسيو. الحق زعما تو تكاليفي بور لا كوب دي موند بور موا سا دو ات نورمال افيك ليفيكتيف اللي عندنا. و سا دو ات نورمال تمشي لي دومي فينال. من بعد يمكن غنديروا كارت فينال غنخصو في بينالتي ما غاديش كتبنا. الحق خصنا تكون عندنا هاد لومبيسيون. مباشره بعد كاس العالم اكيد غتاخذ واحد فتره ديال الراحه، ترجع شويه الافكار ديالك، ترتب الامور على المستوى الشخصي كذلك على المستوى المهني. اكيد مجموعه من الاستحقاقات والرهانات والتحديات كتسنى المنتخب الوطني المغربي على اصال الكان ديال كوت ديفوار. شنو كيوجد وليد؟ شنو الامور البرنامج اللي مسطر؟ شنو هي المفاجات اللي مخبي الجمهور المغربي؟ برنامج العمل كذلك ديالك. ما محبي والو، حنا نيشان. شوف اللي مهم هي دابا خصنا نرتاحوا. دابا عاد سالينا الكومبيتيسيون، كاين الناس اللي خدامين معنا في الجامعه غنشوفوا لو ميور شوا. اللي مهم حنا بغينا نلعبوا في المغرب هاد لي دو ماتش او موا دو مارس. خرجنا قبل لا كوب دي موند في اسبانيا، شفنا الناس ديالنا على برا جاو يسندونا على برا. دابا بان لي الشعب المغربي غيبغي يشوف الفرقه ديالو في المغرب. غنشوفوا لي ميور ماتش اللي نقدروا نديروا في المغرب باش حتى حنا نكبروا مع هاد لي ماتش. غنديروا لو ميور شوا بوسيبل لينا وبغينا نديروا لا فيت مع الشعب ديالنا ان شاء الله في موا دو مارس. غنشوفوا واش من ستاد غنختاروا وكل شيء. بالحق دابا اون فا ريكوبيري ان شاء الله. ان شاء الله. شنو هي الرساله ولا الرسائل اللي تبغي تدوز للمشاهد على القناه الرياضيه، الجمهور المغربي واللي تابعك لا في قطر ولا خارج قطر ولا هنا كذلك على ارض الوطن؟ اول حاجه اللي دوزنا شي حاجه اللي عمرنا ما غنساوها، الجمهور الشعب الحب اللي حتى عمري ما غادي ننسى انا بعدا واللاعبه. وفوالا ميرسي ا تو الموند، ستاف ديالي حتى هو، الناس اللي خدموا معنا، الجامعه، لي زادمينستراتيف كاملين اللي قريب ولا بعيد من المنتخب. وميرسي بوكو ميرسي بوكو اونكور. اليوم اونكور كتشوف الحب ديال الناس ما يمكنش، وهذه كيدخل لك في لو كور ديالك وصافي بليزير. شكرا وليد وشكرا لك. شكرا. والعناصر المنتخب الوطني فردا لان كاين كذلك جنود الخفاء اللي هو ستاف ديال الوليد من فيديو التطبيب المدليك الى غير ذلك. شكرا لكم. شكرا. ودير النيه. دير النيه. سير على الله. وسير. شكرا لكم كذلك مشاهدينا. نتلاقاو بكم فرصه مقبله بحول الله. الى اللقاء.